في الدقيقة 116 من نهائي كأس عالم 2010 بيسجل انيستا أغلى هدف في تاريخ إسبانيا، ولكن هو بيحتفل في حاجة أنت غالبا ما خدتش بالك منها، وأنا برضو بصراحة، لأن كل ما بتفرج على الجون بقعد أردد ورا عصام الشوالي كامبيون دال موندو كامبيونيس إسبانيا. انيستا بيخلق التيشيرت وبيكون تحته مكتوب بخط الإيد داني خاركي سيامبري كونيوسترس، يعني داني خاركي دائما معنا. هتقولي طب وفيها إيه يعني؟ هو لازم الفلسفة هنا كمان؟ أقول لك صبرك عليا. فبعد وفاة صديق انيستا المقرب داني خاركي قبلها بسنة، الرسام انيستا وصل لاكتئاب حاد كان هيخليه يعتزل كورة قبل المونديال. فالجول ده فعليا ما كانش كورة هزت شباك هولندا، لأنه كان طوق نجاة لاعب محطم، ومش انيستا لوحده، ولكنه مسكن لشعب مفروم بأزمة اقتصادية وبطالة وصلت ل 40%، وعمل معاهدة سلام لبلد كانت بتولع سياسيا ومقسومة بين الأقاليم. فالجيل الأسباني ده نزل جنوب أفريقيا علشان يفرض على العالم الموجة الجديدة من الكورة. شوية عيال قصيرة بشعر مسبسب بس لو ذكر خد منهم الكورة، وبيغيروا تكتيك الكوكب كله ويكسبوا المونديال بأغرب رقم في التاريخ، 8 أهداف بس في 7 ماتشات. ده إيطاليا سجلت أكتر من كده. فأنا أحمد ثابت، وفي الحلقة دي من سوالف كأس العالم هنعرف إزاي بلد تاريخها الكروي كله نحس وخناقاتها السياسية واصلة لكل مكان تعمل المعجزة دي. هات الغدا بتاعك وكوباية الشاي تمام، واستعد الرحلة ممتعة جوه عالم اللاروخة وسيطرتهم على المونديال. فيا بينا صديقي. 16 يونيو 2010 ملعب دربان في جنوب افريقيا، الحكم بيطلق صافرة النهاية والشاشة بتعلن خسارة اسبانيا 1-0 قدام المنتخب السويسري. الماتش ده اسبانيا حاولت بكل الطرق، شاطوا 26 كورة ومستحوذين بنسبة 74%، وفي الاخر سويسرا من كورة عشوائية جدا بتخطف الماتش وتجري. الصحافة الاسبانية تاني يوم الصبح قطعت فروة ديلبوسكي، والجمهور في الشوارع نزل عليه حالة من الشك الجماعي. الخوف هنا ما كانش من مجرد خسارة 3 نقط في اول البطولة، ولكن من بابا قديم مش عاوزين يفتكروه، ولا مش مصطفى شوبير، ولكن احساس داخلي بيقول ان اسبانيا دي بلد ملعونه كرويا ومكتوب عليها الفشل مهما عملت. وهم بيتفرجوا على الماتش ما كانش في دماغهم سويسرا، ولكن هيجي على بالهم اللي حصل في امريكا سنه 94 ربع النهائي قدام ايطاليا. الماتش خلاص بيلفظ انفاسه الاخيره والنتيجه 2-1 للطليان. لويس إنريكي بيلتحم جوه ال 18 وفجاه مارو تاسوتي المدافع الايطالي بيدي إنريكي واحده بالكوع ولكنه زاروك. إنريكي بيقع ومناخيره بتنزف دم وبتغرق التيشيرت الابيض بتاع المنتخب، والراجل قايم بيصرخ ويجري ورا الحكم، والحكم ما بيحسبش اي حاجه واسبانيا بتخرج. ويزيد الموضوع عليهم لما يروح المونديال 2002 في كوريا واليابان، وربع النهائي برضه قدام صاحب الارض وكوريا الجنوبيه، والحكم المصري جمال الغندور بيلغي الاسبانيا جولين صح 100%، والماتش بيروح ضربات جزاء والشاب خواكين بيدخل ويضيع. ولكن الاغرب بالنسبه لي هو ان الحكم والحكم المساعد شايفين الحارس هو خلاص داخل يحضن خواكين في المنطقه. الله يمسيك بالخير يا جنش. والبلد كلها بتقتنع ان في مؤامره كونيه مكتوبه ضد اسبانيا. تخيل ان من سنه 1930 لحد المونديال ده في 2010، يعني على مدار 80 سنه كامله، اسبانيا عاجزه تماما تعدي ربع نهائي كاس العالم. بس الغريبه بقى ان اساس اللعنه دي ما كانش حظ سيء ولا حكام ظالمين، ولكن قرار سياسي اتخذ زمان وهو اللي شوه جنات الكره في البلد دي من بابها. لما نرجع بالزمن ل 1920 في اولمبياد انتورب في بلجيكا، في البطوله دي منتخب اسبانيا لعب بروح قتاليه عاليه جدا وعنف بدني رهيب، والصحافه كتبت عنهم ووصفوهم بلافوريا روخا او الغضب الاحمر في اشاره لعلم اسبانيا. الصحافه استخدمته وقتها كنوع من المدح للجرينتا الاسبانيه. لحد هنا الموضوع كان مجرد كوره، بس لما قامت الحرب الاهليه الاسبانيه ووصل الجنرال فرانكو للحكم، الراجل بص للاسم وقال بس هو ده الاسلوب اللي هيعبر عن هيبه الدوله الفاشيه بتاعتي، هي دي الالقاب التمام. فرانكو ما كانش شايف الكورة مجرد لعبة، ولكن أداة للبروباجندا ومراية للنظام الديكتاتوري بتاعه، نظام قايم على القوة الغاشمة واللي ما فيش فيها أي مساحة للين. فرانكو فرض على اتحاد الكورة والمنتخب أسلوب لعب رسمي وبقى هو العقيدة الإلزامية للبلد، وتسمى أسلوب الغضب. الأوامر كانت واضحة، لما تنزل تلعب باسم إسبانيا إياك أشوفك بتفكر وتتفزلك كتير، إحنا مش نازلين نلعب شطرنج، إحنا نازلين ندوس على الخصم نكسره بدنيا ونعكس صورة الماتادور اللي بيموت الطور بعافيته وعضلاته، والدموع والدم هم عنوان الرجولة الإسبانية في الملعب. خلاص يا عم ده انت راموس جدا. التوجه السياسي ده عمل عملية غسيل دماغ وتشويه كامل لجينات الكرة في البلد لقرابة 40 سنة، في الوقت اللي كان العالم بره بيتطور بسرعة. المجر في الخمسينات بتخترع الكرة التموضعية، والبرازيل بتعلم الناس الصنبة، وبعدهم هولندا بتعمل الكرة الشاملة. كانت اسبانيا معزولة ومحبوسة جوه افكار فرانكو البدائية. الذكاء والتفكير في الملعب بقوا تهمة وعلامة للضعف، واللاعب الاسباني الحقيقي في نظر النظام هو اللي ينزل يفرم اللي قدامه وياخد الكرة بكل غل. فرانكو افتكر انه كده بيبني منتخب مرعب يتباهى بيه قدام العالم، بس هو في الحقيقة كان بيحكم على البلد بالفشل لعقود كتير قدام. والأسوأ من كده ان الكبت السياسي والفرض
الأعمى للأسلوب ده خلى غرف الملابس نفسها مع الوقت تتحول لساحة خناق وانقسام وتصفية حسابات ما بين اللعيبة. فمبدئيا كده لازم نستوعب إن إسبانيا على الخريطة مش مجرد بلد عادية، دي دولة متقسمة لأقاليم وتاريخها مع بعض مليان دم وصراعات سياسية واقتصادية. عندك مثلا إقليم كاتالونيا بتاع برشلونة، دول شايفين نفسهم النخبة الثقافية والفنية وهم القوى الاقتصادية اللي شايلة ميزانية البلد على كتافها، وفي نفس الوقت باصين لمدريد على إنها السلطة المركزية القمعية اللي حاولت زمان تمحي لغتهم وهويتهم. تروح الناحية التانية تلاقي إقليم الباسك، ودول بقى قصة تانية خالص، ناس جيناتهم قتالية وصعبة، ليهم لغة خاصة بيهم ملهاش أي علاقة بالإسباني، وتاريخهم كله صراع مسلح واغتيالات من أجل الانفصال التام عن الدولة. وفي النص بتيجي العاصمة مدريد كاستيا اللي شايفين نفسهم هم الأصل وهم الحامي الشرعي للبلد اللي لازم الكل يخضع لرايتهم وينفذ أوامرهم، ومفيش حد هيتعلم هنا. فلما تجمع اللعيبة من الثلاث حتت دول وتقول لهم العبوا مع بعض، فانت أكنك بتعمل قنبلة موقوتة جوه الملعب. اللعيبة ما كانتش بتنزل وهي حاسة بنخوة وطنية أو تضحية علشان علم إسبانيا، لأن العلم ده بالنسبة للاعب الكتالوني أو الباسكي ما كانش بيمثله عاطفيا، ده كان مجرد التزام وظيفي وتذكرة عبور للشهرة. في المقابل لاعب مدريد كان بيدخل وحاسس بالاستعلاء انه صاحب البيت وباقي اللعيبه ضيوف عنده، فالنتيجه ان الولاء الاول والاخير للاعب كان للنادي وللاقليم بتاعه مش للمنتخب. الانقسام ده فضل هو القفل اللي كابس على مواهب اسبانيا لحد ما جه المدرب العجوز لويس اراجونيس وقرر يكسر القفل ده بخبطه تكتيكيه واداريه ما كانتش على بال حد. نروح لسبتمبر 2006 ولويس اراجونيس المدرب العجوز اللي كان عنده الحكمه ولقى ان المنتخب ده مش هيتحرك خطوه واحده لقدام طول ما في بقرات مقدسه الاعلام بيمجدها واللعيبه بتتحامى وراها. اراجونيس خد القرار الاجرأ في تاريخ الكره الاسبانيه، قرر يستبعد راؤول جونزاليز الهداف التاريخي والرمز الاسطوري لريال مدريد وطبعا قائد المنتخب. القرار ده نزل على الصحافه المدريديه زي الصعقه، الدنيا اتقلبت والبرامج اتفتحت واتهموا الراجل علنا بانه عجز وخرف وجاب لنفسه الكلام وحركه كمان وهنروح نرميه في دار المسنين، انا هنا لافوز وليس لكي ارضي الصحافه. ده كان تصريح اراجونيس واعترف انه ما كانش بيكره راؤول بس كان فاهم سيكولوجيه بلده كويس. وجود نجم بالسطوه دي كان بيخلق حالة من الاتكالية عند الباقيين وفي نفس الوقت بيكرس فكرة النجم المدريدي الأوحد اللي بتستفز اللعيبة اللي جايين من أقاليم تانية. كفاية أصنام قوي لحد كده، النجم هو المنظومة والكل متساوي في المجهود. الثروة النفسية دي وصلت لذروتها في يورو 2008 ربع النهائي، والمنافس هو العودة التاريخية الأكبر ليهم المنتخب الإيطالي. الماتش خلص 0-0 ورايح لضربات الجزاء اللي كان الإسبان دايما بيدخلوها وهم ركابهم بتخبط في بعض، بس المرة دي الروح كانت مختلفة. إيكار كاسياس طار وشال كورتين وسيسك فابريجاس دخل حط ضربة الجزاء الأخيرة وهز الشباك. الجول ده ما كانش مجرد تأهل عادي ولكن كسر العقدة بالنسبة للجيل الجديد. اسبانيا كملت وكسبت يورو 2008 وفي قرارة نفسهم اننا خلاص بقينا منتخب كبير والصحة فل وعلى العال، ابطال ما يشغلناش عيال، فارقين عن كل ياض عشان توال على التوال. بس عشان عقلية السيادة دي تشتغل في كأس العالم كان لازم لها نظام تكتيكي معقد ومحكوم بالملي. بالمناسبة يبقى اول تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. 1988 اللحظة اللي وصل فيها الأسطورة الهولندي يوهان كرويف عشان يدرب برشلونة. كرويف ما كانش جاي يدرب ويغير خطة اللعب وخلاص، لأن الراجل ده كان فيلسوف جاي يقلب مفاهيم الكورة في البلد كلها مش بس برشلونة. كرويف بص على طريقة اللعب وقتها والاندفاع البدني العشوائي بتاعهم قال لهم استوب يا ابني انت وهو، انتوا بتعملوا ايه؟ من الصنايع الحمار اللي كان شغال قبلي. الكورة مش صراع عضلات ولا جري المسافات الطويلة، الكورة لعبة بتتلعب بالدماغ والملعب مساحة ثابتة، الشاطر هو اللي يتحكم في المساحة دي بالوقت والتمرير. من هنا حط كرويف القاعدة اللي هتمشي عليها اسبانيا لحد يومنا هذا، وساق جملته الشهيرة طول ما الكورة معاك الخصم مش هيسجل، واكبر مزلة للاعب الكورة انه يفضل يجري وراها من غير ما يلمسها. وعلشان الكلام ده ما يبقاش مجرد حبر على ورق، فكرويف دخل أكاديمية اللمسية في برشلونة وعمل فيها انقلاب. الراجل طرد كل الكشافين التقليديين اللي كانوا بيلفوا البلد عشان يدوروا على العيال الطويلة والقوية بدنيا، وخلى اللي زرعها كرويف في 88 فضلت تكبر في المدارس دي. ولما العيال دي كبرت مع بعض ما كانوش مجرد زمايل في الملعب ولكن جيل متربي على وعي مشترك وثقة عمياء اتجربت ورفعت كاس عالم فعليا بس قبل 2010 بكتير. ابريل سنة 99 وتحديدا في ملاعب نيجيريا كان في منتخب لإسبانيا تحت ال20 سنة بيلعب كاس العالم للشباب. الفرقة دي كان قايم عليها شابين صغيرين هم اللي شايلين الحكاية كلها على كتافهم. في حراسة المرمى إيكار كاسياس، يمينا كارفاخال ما قدرتش، وفي نص الملعب بيوزع كور بالمقاس اللاعب الشاب تشافي هرنانديز. البعثة دي راحت نيجيريا وعملت بطولة كبيرة ويكسبوا أمريكا ويدوسوا على غانا ويوصلوا للنهاية قدام اليابان ويدوا لهم 4-0 ويرفعوا كاس العالم. ودي ما كانتش
مجرد بطولة شباب عادية هتاخد لقطتها في الجرايد وتتنسي، لأن تشافي وكاسياس وأبناء جيلهم كبروا ودخلوا المنتخبات الأولى من غير الفشل ولا عقدة النحس، لأنهم جربوا الوقوف على منصة التتويج الدولية، واللقب ده زرع فيهم ثقافة الفوز. ولما كاسياس وتشافي كبروا وبقوا هم قادة المنتخب الأول في جنوب أفريقيا 2010 كانوا بينقلوا الثقة دي لباقي اللعيبة في المعسكر. القائدين دول هم اللي لموا الفرقة لما خسرت من سويسرا في الأول، ومن نيجيريا 99 لجنوب أفريقيا 2010 بعد ما تأهلوا من المجموعات ويكسبوا هندوراس وتشيلي بجول ديفيد فيا الشهير اللي جابه من مسافة بعيدة. وقتها ديل بوسكي لقى نفسه في حيرة إنسانية وتكتيكية صعبة جدا، وبطلها كان فرناندو توريس. توريس كان داخل البطولة وهو مخلص جراحة في الركبة وتايه في الملعب وما سجلش ولا جول، في عز ما ديفيد فيا كان في فورمة عالية جدا. الصحافة كانت بتطالب إن توريس يقعد دكة، بس ديل بوسكي بذكاء رفض يقعده عشان يحافظ على أوضة اللبس، واستخدم توريس في إنه يخدم على ديفيد فيا. تضحية هجومية بسيطة بس ثبتت المنظومة وطلعت بيهم لدور ال16 عشان يقابلوا البرتغال وكريستيانو رونالدو في مباراة تكسير عظام. الماتش ده كان هو الاختبار الحقيقي الأول اللي اسبانيا نزلت فيه تفرش السجادة التكتيكية بتاعتها وتفرض على الكوكب ديكتاتورية الملل اللي اتعلموها من كرويف. البرتغال دخلت الماتش عاوزة تجري وتلعب على المرتدات وسرعة كريستيانو بقى، بس اسبانيا حولت الملعب كله للعبة روندو، ولا مش بتاعت عمرو نصوحي يا اسطى. الهدف من الروندو دي انك تحتفظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، واللي قلبه جايبه فيكم بقى يجرب ياخد مننا الكرة. البرتغال قضت الشوط الثاني كامل وهي بتجري ورا السراب. الارقام في الماتش ده كانت جديدة على الناس، اسبانيا بتعمل 667 تمريرة في المقابل 292 بس للبرتغال. رونالدو تعازل تماما والماتش بيخلص 1-0 بهدف ديفيد فيا. رونالدو كان خارج بالملعب هيتجنن وطلع صرح للاعلام وقال روحوا اسالوا كيروش المدرب احنا ليه ما لمسناش الكوره. والله ده نفس السؤال بتاعنا كلنا يا دنيا يا اخويا، منك لله ساديو ماني. والماتش ده بيجاوب على السؤال اللي غالبا جه في بالك من اول الحلقه، وهو ازاي منتخب معاه واحد من اعظم اجيال الكوره في التاريخ يكسب ماتشاته ب1-0 ويروح؟ ده مورينيو يستحي يسويها. اقول لك ان فكره الاستحواذ بتاعتهم كانت قايمه على فكره انهم مش عاوزين يباصوا عشان يجيبوا جول على طول، ولكن عشان يحرموا الفرق من الكوره ويطبقوا مبدا كرويف ان طالما الكوره معاك الخصم مش هيسجل، مش محتاجه حاجه يعني. أيام حكم فرانكو كان مانع تماما أي حد يتكلم باللغة الكتالونية في الشارع، وممنوع ترفع علم الإقليم، واللي كان يتفلسف مكانه في السجن على طول. المكان الوحيد في البلد كلها اللي فرانكو ما كانش عارف يسيطر عليه بالكامل كان مدرجات الكامب نو، لأن الأمن مستحيل هيحبس 100,000 بني آدم في نفس اللحظة. المدرج ده تحول مع الوقت لبرلمان سياسي، الناس كانت بتروح هناك عشان تصرخ وتطالب بالاستقلال الكتالوني وترفع الأعلام بتاعتهم وتفرغ شحنة الغضب السياسي ضد العاصمة مدريد اللي بصين لها على إنها السلطة القامعة اللي بتمحى هويتهم. فالكرة في إسبانيا كانت البديل السلمي للحرب الأهلية. لعيبة برشلونة زي تشافي وبويول وبيكي وغيرهم نشأوا وتربوا في ثقافتهم إن ريال مدريد ده هو ممثل السلطة اللي بتضطهدهم، وبتوع مدريد باصين لبرشلونة على إنهم شوية خونة عاوزين يقسموا الأمة. فاللعيبة دول كلهم مطلوب منهم يلبسوا التيشيرت الأحمر ويموتوا في الملعب علشان العالم ده، ويرفعوا اسم إسبانيا الموحدة فوق منصات التتويج في المونديال. الشرخ ده ما كانش بيختفي بكلمتين حلوين في المعسكر، ولكن كان بيفضل كابس على نفسهم ومستني أي لحظة ضغط علشان ينفجر ويولع الفرقة والبلد كلها. واللحظة دي جت في أكتر ماتش حرق أعصابهم في البطولة دي. الماتش ده كان ربع النهائي، وفي ظرف 3 دقايق بس بيحصل سيناريو مجنون ما يقدرش عليه محمد سامي حتى. الدقيقة 58 ضربة جزاء ضد إسبانيا، يدخل أوسكار كاردوزو يشوط، بس إيكار كاسياس يطير ويصدها وينقذ البلد من كارثة. الماتش ما بيهداش، وفي نفس الدقيقة تترد الهجمة الإسبانيا ودافيد فيا يتكعبل ويتحسب بلانتي للاروخ، يدخل تشابي ألونسو يشوطها ويحطها في الجول، بس الحكم يقرر يعيد ضربة الجزاء عشان اللعيبة دخلت منطقة الجزاء قبل الشوطة. ألونسو بيعيدها والحارس يصدها وتضيع. في ال3 دقايق دول وفي عز حرق الأعصاب ده السياسة دابت تماما ما بينهم. كاسياس المدريدي وهو بيشيل البلانتي كان معاه بويل وبيكي الكتالان بيبوطوا على كل كورة وبيرموا أجسامهم قدام المهاجمين. الخلافات اختفت والكل بقى على أقل برجل واحد. والملحمة دي كملت لحد الدقيقة 83، كورة بتوصل لنيستا بيراوغ ويدي البيدرو يشوط في العارضة، ترجع لدافيد فيا يستلم ويشوط، تخبط في القائم اليمين بعدين الشمال وتدخل. جول عذب كل اللي بيتفرجوا، محدش بيجيبها بالساهل، بس الجول ده كسر لعنة 80 سنة، واسبانيا بتعدي ربع النهائي لأول مرة في تاريخها، والأول مرة من عقود طويلة شوارع اقليم كاتالونيا وفي قلب برشلونة تتفرش باللون الأحمر، والناس هناك طالعة تجري في الميادين وهي رافعة علم اسبانيا الموحد وبتغني للمنتخب بكل جنون. الكرة بجول واحد عملت اللي السياسة والحروب ما عرفتش تعمله، والبلد كلها توحدت ورا الفرقة، بس الوحدة دي ما كانتش هتكمل إلا لو عدوا من
المحطة اللي مستنياهم في المربع الذهبي. فرقة دايسة على كبار الكوكب بسكورات وما بتسيبش حد إلا ما بتعلم عليه، والفرقة دي كانت ألمانيا، واللي عطت 4 لإنجلترا و4 زيها للأرجنتين. يلا محدش أحسن من حد أهو. بس عشان الفرقة بتاعتنا تدخل الماتش ده وهي واقفة على رجلها لازم نعرف إن الضغط اللي كان على إسبان ما كانش جاي من الملعب وبس، ولكن من وسط شعب بحاله مفروم بره. إسبانيا سافرت جنوب أفريقيا وهي بتمر بأسوأ كارثة اقتصادية في تاريخها الحديث بعد ما انفجرت فقاعة العقارات سنة 2008 البلمية. يعني تقريبا نزلوا المونديال وهم حاسين بالمسؤولية دي. احنا مش لازم نلعب عشان نفسنا، ولكن ندي فرحة لشعب مضغوط ومستني مننا أي قشة يتعلق بيها. والغريب في الموضوع إن في عز الأزمة السوداء دي فإسبانيا كانت بتعيش العصر الذهبي للرياضة في كل الألعاب التانية، كأنها بتعاند الظروف الاقتصادية. عندك رافائيل نادال مكتسح التنس وبياكل الأخضر واليابس، وفرناندو ألونسو مكسر حلبات الفورمولا 1 وبطل عالم، ومنتخب السلة كسبان المونديال برضه. فالروح دي اتنقلت لمعسكر الكورة وبقت هي العقيدة اللي ماشيين بيها، والثقة والسيادة دي هم السلاح اللي نزلوا بيه أرض الملعب علشان يواجهوا البعبع الألماني في نص النهائي. ألمانيا بتنزل الماتش ده وهي البعبع الحقيقي للبطولة كلها، فرقة شابة وسريعة والكوكب كله كان مرعوب منهم إلا شوية العيال بتوع اللاروخة. ديل بوسكا نزل الماتش ده وعمل مع الألمان ماتش يدرس. إسبانيا نزلت سحبت الكورة وقررت تحرم ألمانيا من الأكسجين تماما، وبيخنقوا على مسعود وزيل وشفاينشتايجر. وطبعا مش محتاج أقول لك عملوا إيه في نص الملعب، بساط على الكورة على الهادي، وإحنا كده كان ما وراناش حاجة نعملها. الألمان من كتر ما بقوا يجروا على الكورة بقوا مستنيين الماتش يخلص من كتر الملل. في الدقيقة 73 تيجي ضربة ركنية لإسبانيا، واللي حصلت قبل كده كذا مرة مع بيب جوارديولا في برشلونة. تشافي بيلعب الكرة عالية بالمسطرة وبويل بيطير فوق كل المدافعين الألمان ويحطها بدماغه وتهز الشباك وتعلن جول الفوز، ورسميا وصول إسبانيا نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها. الحلم خلاص بيقرب أكتر وأكتر، ولكن في حاجة لازم نذكرها، إن الفرق طول البطولة لما كانت بتحجز تكتيكيا قدام الاستحواذ بتاع الأسبان كانت بتلجأ للضرب والخشونة عشان تخرج اللعيبة عن شعورهم وتهز ثباتهم الانفعالي. بس ديل بوسكي كان دايما بيقعد معاهم ويقول لهم ان الرد على العنف بالضرب هو اعتراف بالضعف، انقلوا الكرة اسرع والخصم هيزداد غضب اكتر واكتر. فالبرود والهدوء ده كان هو الدرع اللي حماهم وطلع بيهم للنهائي. أغسطس 2009 إنيستا كان بيمر فترة صعبة مع الإصابات، وفجأة بيجيله خبر بيزلزل كيانه. صديقه المقرب جدا وقائد نادي اسبانيول داني خاركي بيموت فجأة بنوبة قلبية وهو في معسكر الفريق. كان في إيطاليا وعنده 26 سنة فقط. الخبر ده دمر إنيستا نفسيا ودخله في نفق مظلم من الاكتئاب. الرسام ما كانش طايق يلمس الكورة ولا عاوز يتكلم مع حد، ولدرجة إنه في فترة الإعداد مع برشلونة كان بينزل التمرين يجري لفتين ويطلب من جوارديولا إنه يخرج لأنه حاسس إنه فاضي من جوه ومش قادر يكمل. إنيستا نفسه حكى عن الفترة دي في سيرته الذاتية وقال انه بيستنى الليل يجي بفارغ الصبر عشان ياخدوا الحبوب المنومة وينام. البوسكي وجوارديولا اتعاملوا مع انيستا في الفترة دي بحذر شديد وما كانوش بيضغطوا عليه. البوسكي خدوا معاه جنوب افريقيا، فالبطولة دي ما كانتش بالنسبة للرسام مجرد منافسة رياضية ولكن رحلة علاج لوجوده وإنقاذه من الاعتزال المبكر. نهائي مونديال 2010 في ملعب سكر سيتي، هولندا نزلت الماتش ده وهي عارفة 100% إنها لو حاولت تلعب كورة قدام إسبانيا مش هتلمسها، فقرروا يقلبوا الماتش لخناقة شوارع ولعب بدني صعب جدا عشان يشتتوا عقول الصحراء بتوع لاروخا. الماتش ده دخل التاريخ كواحد من أعنف وأجف النهايات في تاريخ كأس العالم. الحكم طلع فيه 14 كارت أصفر وطرد، واللقطة اللي لخصت الماتش كانت في الشوط الأول لما نايجل ديونج طار في الهواء وبيدي ضربة كونج فو لتشابي ألونسو، ولكن إسبانيا بتصمد نفسيا وفضلت متمسكه بالكوره لانهم عارفين ان دي الطريقه الوحيده علشان يكسروا الغشامه دي. وفي عز المعجنه والضرب وتحديدا في الشوط الثاني تحصل اللقطه اللي وقفت قلوب كل الشعب الاسباني. انفراد صريح وقاتل لاري روبن، الراجل بيطير بالكوره وبقى وش لوش قدام ايكر كاسياس، واللي بينجح في التصدي للكوره في لقطه اعجازيه سموها بحذاء القدر. لقطه كانت منحه نفسيه لكاسياس بالذات، القائد اللي الصحافه الاسبانيه استلمته قبل النهائي واتهمت خطيبته المذيعه ساره كاربونيرو ان وجودها ورا الجول بيشتت تركيزه، فرد عليهم في الملعب وشال كبرياء الأمة على أطراف حذائه. الماتش بيمتد لأشواط إضافية والأعصاب خلاص لحد ما بتيجي الدقيقة 16 كرة مقطوعة توصل لألونسو لتوريس تتردد لسيس فابريجاس لنيستا ونيستا جوه 18 والرسام بيطلق قذيفة باليمين بتهز شباك هولندا وكامبيونس ديل موندو وكامبيونس اسبانيا وتعلن اغلى جول في تاريخ البلد. نيستا بيجري بجنون ويقلع التيشيرت عشان تظهر العبارة اللي بدأنا بيها الحلقة: داني خاركي سيمبري كونيوستروس. قمة المجد الرياضي اتمزج بأقصى درجات الوفاء الإنساني. الجول ده ما كانش مجرد جول جاب كاس العالم ودخل خزائن البلد،
ولكنه كان الجول اللي أعلن إن عقول اللعيبة أصحاب الأجساد الهزيلة غيروا جينات لعبة كرة القدم للأبد، وكتبت نهاية واحدة من أعظم وأقوى الحكايات في تاريخ المونديال. وهنا المايك يروح لكم انتوا، هل شايفين جيل اسبانيا 2010 هو المنتخب الأقوى في تاريخ الكورة؟ وهل الجيل الحالي لإسبانيا قادرين على تحقيق اللقب السنة دي؟ وإيه أكتر لقطة معلقة معاكم من المونديال 2010؟ هستنى رايكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد ثابت، والسلام عليكم.